ازيكم يا أغلى ناس في الدنيا؟ يا حبايب قلبي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ويلا نبدأ حلقتنا بالصلاة على النبي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين. سارة ما كانتش بتدور على جواز وخلاص، كانت بتدور على حاجة أعمق، على حضن يبقى ليها سكن، بيت مش بس 4 حيطان. كانت عايزة روح تآنس وحدتها وسط دوشة الدنيا. ولما عينيها وقعت على حميد، الشاب ابن الحتة، ابن الناس الطيبين، شافت فيه حاجة مريحة ريحت قلبها من غير ما يتكلم. الحياء ساكن في عينيه، وكلامه قليل بس رزنه، وانكسار راسه فيه تواضع. ما شافتش فيه الفقر اللي الناس بتشوفه، شافت طيبة قلب، وفي سكوته أمان. كانت بتحلم تبقى بيته اللي يرجع له من شغله يلاقيها مستنياه، بنور في وشها وأكلة سخنة وبسمة تطمنه. كانت عايزة تبقى ظهره وسنده، مش علشان ضعيف، عشان الروح الحلوة محتاجة حد يحتويها. ما طلبتش منه قصر، طلبت حضن دافي وقلب كبير. ولما حميد جه وتقدم لها، حست إن دعواتها اتقبلت. غمضت عينيها وشافت حلمها بيتحقق. بس أم حميد كان ليها رأي تاني. ما شافتش في سارة بنت حلوة ولا زوجة لابنها، شافتها بإيدين صغيرين بس تشيل، وشافت ظهر يقدر يشتغل، وعينيها طيبة وقالت دي سهلة السيطرة. اختارتها مش علشان تبقى مرات ابنها، لكن علشان تبقى خدامة ليها ولبناتها المدلعات، تبقى واحدة من ضمن حاجاتها وتاخد منها شكر كمان. وفي الخطوبة كانت عينيها بتراقب سارة زي الكاميرا، كل كلمة وكل حركة. وسارة كانت بتحس وبتحاول تراضيها بكلمة أو ضحكة، بس نظراتها كانت زي السكاكين، ما كانتش بتتأثر. دخلت سارة بيت جوزها وقلبها فيه رهبة وأمل. كانت فاكرة إنها داخلة على حياة كلها هدوء، لكن ما كانتش تعرف إنها داخلة على نار. العذاب بدأ من أول يوم، مش بصوت عالي، لأ، بس بنظرات باردة وبطلبات لفاها في شكل أوامر، ومسؤوليات كتير فجأة. بتصحى بدري مش على صوت حميد، على خطوات أمه اللي بتعلن بداية يوم شقة، تفطرهم، تغسل، تنظف، تطبخ وتعيد من الأول. أما بنات حماتها فكانوا ماشيين في البيت كأنهم أميروات وسايبين الدنيا وراهم، وسارة تنظف وراهم. نظراتهم فيها تعالي، ضحكهم مكتوم، وسارة بتشتغل كأنها مش مرات ابنهم، كأنها شغالة. جسمها بيتعب بس وجع الروح كان أكبر، وسط ناس المفروض إنهم أهلها، بس ما سمعتش منهم ولا كلمة شكر. تخلص شغلها آخر الليل، تدخل سريرها تعبانة، جسمها مرهق وروحها بردانة. كانت ساكتة، وصبرها هو سلاحها. بتقول بكرة يتحسن الحال، بس وجع الروح عمره ما بيروح، خصوصا لما اللي يوجعك يبقى بيحب يتفنن في الأذية. حماتها ما كانتش بتزعق، كانت بتسمم ودن ابنها بكلام شكله حنين لكن معناه سام. كل ما تضحك تقوله دي بتمثل، كل ما تفرح تقوله دي بتخدعك، لو نضفت تقول دي بتخبي أثرها. حميد اللي اتربى على احترام أمه صدق كل كلمة، بقى بيشوف سارة بعيون أمه، بقى يشك فيها، بيدور على الكذب في ضحكتها، وبدأ يبعد عنها. وفي يوم سارة افتكرت أكلة كان بيحبها من جدته، قررت تفاجئه بيها. قعدت اليوم كله تطبخها بحب، ولما رجع وشم ريحتها ابتسم، لكن قبل ما يمد إيده أمه قالت نفسي مقفولة وشالت الطبق. اللحظة الحلوة اتكسرت، ما شكرهاش، ما قالش تسلم إيدك. بعد الأكل وهي بتلم المواعين، سمعت حماتها بتقوله هي لسه ما بتعرفش تطبخ زينا. ساعتها فهمت سارة إن المعركة مش على الأكل، المعركة على قلب جوزها. مرت الأيام وسارة ساكتة، وفي مرة حميد ادالها شوية فلوس وقال لها اشتري حاجة تفرحك. اشترت فستان بسيط لونه مبهج زي أحلامها، لبسته وبصت في المراية، ابتسمت لأول مرة من زمن. بس قبل ما يمدحها أمه ندحت عليه وقالت له بتشتري لها فساتين؟ دي بتصرف من فلوسك كأنها فلوسها. رجع يبص لها بنظرة تانية، شاف الفستان مش فرحة، شافه إسراف. شلته وطويته وحطيته في الدولاب، كأنها دفنت آخر أمل ليها. وبقت تتكلم مع نفسها، هو أنا غلطانة؟ هو أنا كحدة؟ تحاول تشتكي يقول لها دي أمه وده بيتها، وتسمع أمه بتقوله أنا عبء عليكي، لو هنشي هترتاح. وهو يصدق دموعها ويشوف سارة وحشة، والخلاف بينهم يكبر. وفي وسط ده كله سارة حملت،
فرحت وقالت يمكن الطفل ده يبقى بداية جديدة. بس البشرة دي عند حماتها كانت سلاح جديد. كل وجع في الحمل بقى كسل، وكل غثيان بقى حيلة. وفرحة حميد بدأت تخف، بقى يشوفها من عين أمه اللي شايفة إن مرات ابنها بتتمارض. وسارة حست إن وحدتها كبرت وبقت بتحمي نفسها واللي في بطنها. وفي يوم كانت طالعة السلم، رجليها اتزحلقت على حاجة ووقعت. الناس اتلموا، حميد جري عليها، لكن أمه قالت بصوت عالي: أنا قلتلك دي مهملة، كانت هتموت ابنك. وسارة عرفت إن اللي حصل متدبر، ما كانش فيه لا أطفال ولا زيت، كان فيه خطة. رجعت تنام بكدمات في جسمها، بس الجرح الأكبر كان جواها. وقررت إنها تسيب البيت وتخرج بالشنطة اللي كانت جاية بيها، بس المرة دي فاضية من الأحلام، مليانة وجع. قبل ما تخرج حميد رجع وسمع أمه وأخته بيضحكوا بيقولوا الخطة نجحت. ضحكة الأم كانت شيطانية، قالت كده هنخليها تمشي بإيديها. حميد اتصدم، دخل عليهم وقال لأمه كنت مربي عقرب في بيتي. ولما حاولت تمثل قال لها سمعت كل حاجة، كنتي هتقتليها وهي حامل. ولما قالت له هي خطفتك مني، قال ده مش حب، ده مرض. خرج جاري على سارة، لقاها واقفة بالشنطة، مسك إيدها وشال شنطتها وقفل الباب وراهم. راحوا بيت صغير بس مليان وعود. حميد بكى بس دموعه قالت كل حاجة. قرر يبني بيت حقيقي، بيت حب. البيت القديم اتحول لمكان كئيب، الست فقدت قوتها والبنات اضطروا يواجهوا الدنيا. وسارة ولدت في ليلة قمر، وحميد شال ابنه، ودموعه كانت فرحة وحزن في نفس الوقت. بص لسارة وقال لها بعينيه أنا اخترتك واخترت بيتنا. وساعتها نسأل نفسنا فين الحد الفاصل ما بين بر الأم وواجب الزوج في حماية مراته؟